وانا هي اللي قال لي الراجل كرهتك، كنشم فيك غير ريحة البهايم وما فيك حتى شي حاجة زوينة. ايوا خليته ندم على ديك الهضرة اللي قال وكرهته في حياته. بغيتو تعرفوا القصة ديالي؟ يلا هو معايا. سميتي بسمة، عايشة مع والديا، الحمد لله ما خاصنا حتى خير، ماديا ميسورين. بابا وماما متقاعدين، كانوا موظفين وكيتخلصوا مزيان. عندي جوج خواتاتي وجوج خوتي، واحد اختي وواحد خويا ساكنين على برا، وواحد خويا وواحد اختي اخرين ساكنين في نفس المدينه اللي حنا فيها، موظفين تا هما ما خاصهم تا خير، وتا هما مزوجين. بقيت انا بوحدي اللي باقا صغيره فيهم. الحكايه ديالي غادي تبدا نهار اللي كنت خارجه من الليسي. كنت كنقرا في البكالوريا وكان هذيك الساعه قراب الامتحانات. كنت مره كنتلاقى مع واحد صاحبتي، نراجعوا شويه، وداك النهار كنت خارجه من الليسي وهو يقف عليا واحد ولد جيراننا. هاد ولد جيراننا ماشي هنايا في المدينه فين ساكنين، جارنا في العروبيه، حيت حنا كنا ساكنين في العروبيه في واحد الفتره، ولكن كنا في واحد الدار مقاده بجلجه مزوينه. حيت قلت لكم حنا الحمد لله كنا ميسورين، ولكن ملي قربت انا ندخل المدرسه كنا لقينا مشكل بحكم المدرسه بعيده. فاضطرينا الاب ديالي انه ياخذ لنا الدار في المدينه ومشينا سكننا وكملنا تما حتى وصلت لهاد البكالوريا. هاد ولد الجيران ديالنا عائلته ساكنين تما على قد الحال، بسطاء، الديور ديال الياجور ديال الطين، وعايشين على قد الحال. وهو موظف وساكن في المدينه. وقف عليا وقال لي سلام كي دايره فلانه لاباس عليك؟ قلت له الحمد لله. انا استغربت حيت ما مولاش كيوقف عليا، واخا كنا جيران وكذا ولكن كاين بيناتنا مسافات. المهم هضر معايا كي دايره بخير لاباس عليك؟ قلت ليه مرحبا. قلت ليه شنو حب الخاطر؟ قال لي بصراحه انا راني خدام قريب لك هنا، وراني ديما كنشوفك كدوزي من هنا، وانا كنعرفك بنت الجيران ديالنا، وبصراحه انا بغيت نتعرف عليك اكثر الى يسر لي الامور. قلت ليه ما فهمتش شنو كتقصد؟ قال لي انا بغيتك الحلال وبغيت نتعرفوا شويه باش نجي لداركم. قلت ليه كيفاش نتعرفوا؟ حنا مده وحنا ساكنين حداكم وانتم ما كتعرفونا وكنعرفوكم. قلت ليه سير اخويا سير دوز او تفلى في شي بلاصه اخرى، انا ماشي ديال هذا الشيء. قال لي راه كي فهمتيني غلط، انا ما قلتش لك نخرجوا معاك او نمشي معايا شي بلاصه، قلت لك غير نتلاقاو، ماشي نتلاقاو غير نهضروا في التليفون ونتعرفوا اكثر، يعني نعرفك شخصيتك، نعرفك شنو كتبغي شنو كتكرهي وتعرفيني كذلك وهكا. قلت ليه واخا مرحبا. ملي الهضره بحال هكا ماشي مشكل صافي. كنت عطيته النمره ديالو وبقينا كنهضروا مع بعضياتنا. المهم صراحه كان كيبان لي انسان عادي، يعني ماشي شي واحد اللي واو شخصيته، ولكن المهم يعني مقبول. المهم كنا كنهضروا هكا شروط كذا كذا، حتى لواحد المره قال لي انا راه ساكن هنا في المدينه ولكن غير مع السوافريه، باقي ما عندي الدار ما حتى شي حاجه. قال لي الا تزوجنا سكني مع والديا في العروبيه. حتى قال لي نشد الدار، قال لي راه دافعه في واحد الدار ولكن واحد عامين عاد غادي ناخذها. ايوا قلت ليه اسمح لي، قلت ليه انا ما نقدرش، انا ما ولفتش العيشه تما، انا خرجنا وانا باقا صغيره وانا كنقرا باغا نكمل قرايتي وباغا راك عارفه اشنو كاين. قال لي ما كاينش مشكل، الا بغيتي تقراي ما عنديش حتى شي مشكل، ندير لك ترونسبور تبقاي تمشي لافاك في ترونسبور ما عندي حتى شي مشكل. انا ملي قال لي بحال هكاك بحال الا طمعني، يعني قلت مادام انه باغي يخليني نكمل قرايتي ماشي مشكل يعني نقبل. ولكن قلت ليه مورا عامين غادي تمشي تسكني معاك ملي تجي تاخذ الدار. قال لي واخا ما كاين حتى شي مشكل. ايوا اختكم كالخا الغبيه تيقتو. وفعلا كان جاب عائلته وجا للدار ديالنا ودرنا كاع داكشي اللي كيدار وتزوجنا ومشينا لعندهم البلاد. وكان بقى معايا واحد 2 سيمانات ومشى لخدمته. بقيت بحال هكا معاهم في الروتين، كان كيجي مره في السيمانه مره في 2 سيمانات. قلت ليه انا في الاول قلت ليه انا راه داكشي ديال البهايم وداكشي راه ما كنعرفش ليه.
لقيت حتى الماء ما عندهمش في الدار، كيهزوهم واحد البير. وقال لي راه هو ملي كنت كنهضر معاه قال لي راه عندنا واحد البومبيه، كان ما عرفتش واش سميتها البومبيه ولا ما عرفت شنو، قال لي كنطلعوا بها الماء. ملي مشيت لتما اكتشفت ان اصلا هذيك البومبيه كاع ما خدامه، ما كيستعملوهاش، وانما كيطلعوا الماء غير بالسطله. صافي انا ما قلت داكشي ماشي سوقي، داكشي مو هي اللي مكلفه به، هي كتجيب لي الماء، هي مكلفه بالبهايم ديالها، انا كندير غير الشغل ديال الدار، كنعاونها في الشغل. بقيت هكاك في الايامات الاولى. من بعد العجوزه ولات كتدخلني واحد الدخله شكال. مره كتقول لي اجي بنيتي عافاك جري معايا هاد الحبل ظهري كيضرني، عافاك بنيتي خويا كاع في هذوك البيدوزات، عافاك بنيتي سيري كاع حلي لي على دوك البهيمات انا جايه ليهم سيري كذا. ولات العجوزه شويه بشويه شويه بشويه حتى خلاتني وليت كندير هادشي كله، وليت انا اللي كنهز الماء، انا اللي كنخرج لها بيماتها، انا اللي كنسرحهم، انا اللي كندير الشغل، وهي مابقات كدير حتى شي حاجه. وفوق من هادشي الراجل ولا كيتعطل باش كيجي، مورا ما كان كيجي مره سيمانه، مورا 2 سيمانات، ولا بعض المرات شهر شهرين حتى 3 شهور. ايوا في هاد الفتره كنت كنقول انا بلا ما نحمل، ولكن كتب عليا الله وحملت وولدت وليدي وما كان عندي ما ندير. ديك الوقيته كنت قربت كمل المده اللي داير معايا باش يديني معاه. ايوا قلت ليه ديك الساعه باقا ما ولدت، يعني من الولاده ديالي كانت غتكون مورا ما دوز ديك المده. قلت ليه ايوا دابا راه قربت كمل عامين، خاصك تقاد لي الامور باش نمشي نولد في داري وتجي عندي ماما وخواتاتي ويقابلوني. قال لي لا راه باقيين كاينين شي اجراءات وما نقدرش نديك دابا، قال لي صبري حتى تولدي وتشافي على ما يكون الامور تقادوا. المهم قلت ليه ما عليناش. بقيت فعلا بقيت هكاك، وكل مره كيعطيني عذر، ولات بليتي الثانيه، ولات الولد الثالث. بقيت تما 10 سنين، 10 سنين وانا ساكنه تما في ديك العروبيه، وكل مره كيعطيني عذر في شكل. في الاخير قال لي راه الدار حيدوها ليا بحكم درت واحد كريدي اخر على قبل الخدمه، مابقاش كيتلشيت ليا والو. فقال لي صبري عليا تنعاود ندير. صافي انا يأست من داكشي، ولدت وليداتي. السيد مابقاش كيجي كيف قلت لكم، كان كل مره كيطول المده، لدرجه ان دابا حاليا اخر مره كنت شفتو كانت قبل 6 شهور. وليداتو ما كيجيش يشوفهم، ما كيصرفش عليهم. ملي كنقول ليه صيفط لي كيقول لي ما عنديش. اضطريت انني ندير بهيمات، ندير دجيجات وواحد البقيره بحال باباه. وليت كنقابل كلشي، مره كنبيع داك البيض، كنبيع الدجيجات، كندير المهم كنديباني. وليداتي مساكن كانوا كيلبسوا غير اللبس المقطع واللي حالته حاله. حتى ولدي من الاول البكر ملي صافي بغى يدخل المدرسه، كنت هضرت معاه قلت ليه راه الولد غيدخل المدرسه خصك تكسيه وتشري ليه كتوبه ديالو، راه ما يمكنش يمشي بدوك اللباس مقطع المدرسه. قال لي ما عنديش. ايوا تقاتلت ومشيت وخديت ليه شي حويجات وكتوبه، وكان عاوني واحد الوسيل الله يجازيه بخير، كان كيعطيني حويجات ديال ولادو، وكنت غاديه هكا وصافي. كانت ماما وخوتي ملي كيجيو عندي كيقول لي هاد الحاله خليتي قرايتك وخليتي مستقبلك وقابلتي ليا هنايا مترسه ليه على والديه وعلى مقابله البهايم، بدلا ما تمشي وديري المستقبل ديالك مقابله هادشي. قلت لهم هادشي اللي عطا الله ما عندي ما ندير. ما كنتش كنبغي نشكي ليهم بحكم ما رضيتش، حيت هما في الاول ما كانوش بغاو، انا اللي حطيتهم في الامر الواقع. قلت لهم لا بغيت. بقيت بحال هكاك حتى لواحد النهار. هذاك النهار كنت نط في الصباح، خرجت البهايم وجلست مقابلاهم. شويه بانت ليا ماما وخويا واختي اللي ساكنين في المدينه اللي فيها عائلتي جايين عندي، جاو بالطوموبيل جاو عندي. ايوا اختي من مع الدخله كتقول لي صافي. ايوا قالت لي سرحي مع راسك البهايم وتكرفسي وعيشي هاد الحياه المكفسه، والرويجل ديالك راه عاش ليا الحياه مع راساتو. قلت لها كيفاش هاد الهضره كتقول اختي؟ قالت لي كما كتسمعي ماما كتقول لها سكتي، لا ما تقوليش ليها. قلت لها والله ما نسكت، والله حتى نعاود ليها. قلت لها شنو كاين ياك لاباس خلعتيني. قالت لي انت هنايا مكرفصه، ولادك حالتهم حاله،
عايشه هاد العيشه ديال الدل، والراجل اللي كيقول لك راني ما عنديش والدار ما عنديش، راه كيتفلى عليك. السيد راه مزوج المراه الثانيه، والد معاها 2 وليدات، وعنده الدار في سميتو ملكو، راه غير كيكذب عليك. انا بقيت كنشوف اختي وتصدمت، ما هضرت ما تكلمت. واحد اللحظه بقات كتشوف فيا، ما كنتحرك ما والو. قالت لي البنت واقيلا تصدمات. قلت لها ما تصدمت ما حتى شي حاجه. قلت لها بحكم هادشي كامل اللي كان كيدير كنت متوقعه هادشي، ولكن خليته لله سبحانه وتعالى. مشيت جمعت شي حويجات مع جوزتي وشيخي، ما كانوش تما، كانوا مشاو عند شي حد في عائلتهم. قلت لهم هاكو ديو ليا معاكم هاد الحويجات وسكتوا، ما تقولوا حتى شي حاجه لحتى شي واحد. فعلا. وكان ديك النهار كان السبت وغيصبح الحد. قلت لهم ديو معاكم الاولاد، وانا غدا ان شاء الله نلحق عليكم، ولكن ما تقولوا حتى شي واحد. جات عكوزتي وشيخي وقالوا لي فين هما الدراري. قلت لهم راه جاو عندي خوتي وماما وقالوا لي راه بغاو يمشيو معاهم، صافي وخليتهم مشاو معاهم. درت راسي بحال ما فراسي حتى شي حاجه. امو وباه في راسهم. قالت لي اختي راه في راسهم وراه شنو كاين. المهم عدوت لي كلشي. المهم في ديك الليله اتصلت بواحد السيد كنعرفوه في السوق، عنده بحال هادي شنو سميتها، الشاحنه، كاميون فاش كيهزو اي حاجه. كنت بغيت تهز شي حاجه كبيره. اتصلت بيه قلت ليه غدا في الصباح بكري اجي عندي. فعلا قلت ليه اجي ليا من الباب اللوراني، حيت كان عندنا واحد الباب في اللور. قلت ليه اجي عندي في الباب اللوراني بلا ما يشوفك حتى شي واحد. هاد السيد كان ثقه. المهم قلت ليه ما تقولها حتى شي واحد. جا عندي شارجيت ليه كاع البهيمات ديالي. عكوزتي وشي خير كيسمعوا فيا، ولكن كيحسب لهم غير خرجت البهايم. المهم خرجت البهيمات وطلعتهم في داك الكاميون. هزيت حويجاتي بلا ما يشوفوني وانطلقت للمدينه. مشيت داني للسوق بعد داكشي كامل ديالي. خليت ديال الشيباني شيخي، خليت ليه داكشي ديالو في دارو. هزيت غير داكشي ديالي بعتهم كاملين ومشيت لدارنا. شويه كتصل بيا عكوزتي، قالت لي فينك بنيتي؟ قالت لي خرجتي البهايم وما بقيتش بنتي. قالت لي خرجت برا ما بنتيش ليا. قلت لها انا ما كايناش في الدار، قلت لها انا مشيت لدارنا. قالت لي ويلي بنيتي علاش مشيتي وما قلتيهاش لينا؟ وفين هما البهايم؟ قلت لها بهايمكم راه كاينين تما، ما ديتهم حتى شي بلاصه. قالت لي ولكن البهيمه ناقصه. قلت لها بهيمتي هي اللي ناقصه، ديالكم راه خليتهم. قالت لي كيفاش ديالكم وديالها؟ حنا بيناتنا هادشي. قلت لها هي خالتي، هادوك دياولي انا اللي شريتهم وراني ديتهم وبعتهم، وكل واحد يشد طريقه. انا وولدك راه ما بقاش بيناتنا حتى شي حاجه، بيناتنا المحكمه. المهم قلت لها انا راه عرفت داكشي اللي مخبين عليا ومخليني تما عايشه ديك الحياه، وهو عايش ليا مع راسو في المدينه مزوج وداير المراه والولاد وعنده الدار، مخليني انا مكرفصه انا وليداتي. العكوزه سكتات ما لقات ما تقول، قطعات. صافي واحد شويه هو كيجي الرويجه لعندنا للدار محيح وكيغوت وكيسب. هاي قال لي انتي، قال لي تهزي البهايم وتديهم وتقولي امي باغي نطلق وباغي. قال لي انا اصلا ما حاملكش. قال لي ما كنشم فيك. قال لي غير ريحه البهيمه عايفه. قال لي ياك سيدي، شكون اللي رجعني في هذا الحال؟ شكون اللي جابني لهاد البلاصه؟ شكون اللي ردني في هذا علاش انا كنت هكا نهار اللي جيت عندك؟ ياك كنت كالوريضه على مزيناتي، جبتيني وكرفصتيني في داركم، خليتيني تراسى عليهم ومقابله البهايم والتكرفيس وولادي تكرفصوا. هادشي غادي تقول دابا؟ السيد ناضو بدا كيغوت وباغي يدابس، كان غيدابس ليا مع خويا. الحمد لله فكهم ومشى بحالو. ايوا جيت قلت لاختي انا كنت غادي نتعامل مزيان، غنتفارق مع بلاتي هي احسن وكل واحد يمشي بحالو. ولكن ملي دار بحال هادشي والله الا بقات فيه وبقيت كنتبسم. قالت لي يا اختي فاش كتفكري؟ قلت ليها راه باين السيد كيفاش تزوج. قالت لي كيفاش بحال اللي كيديروا الناس. ولكن قلت لها انا ما عطيتوش الموافقه كي دار ليها. ايوا تما قلت لها ضروري خصني نشوف شي محامي. قالت لي ما تحتاجيش تقلبي. قالت لي عقلتي ديك المره اللي كان السبوع عند اخت منال هي مرت خويا؟ قالت لي وعيطنا عليك وقلتي لينا لا راه عكوزتي مريضه غادي نجلس معاها. قلت
قلت لها هي عقلت. من بعد قالت لي تما تعرفت على واحد السيده محاميه. هاد السيده راه صاحبه منال، صحابات الروح بالروح. والسيده تبارك الله ما شاء الله عليها محاميه من داك الشيء، يعني ما شاء الله عليها. قلت لها صافي دابا عيطي لمنال وقول ليها تعطينا النمره ديالها. هي هذيك خدينا النمره ديال المحاميه وقالت لنا جيو عندي راني كاينه في المكتب. وراتنا البلاصه ديالها مشينا عندها، عاودت ليها كلشي من الاول حتى الاخر. قالت لي واش ما عمر راجلك جاب لك شي ورقه قال لك سنيها شي حاجه بحال هكا؟ قالت لي واش متاكده؟ قلت لها انا متاكده. قالت لي عرفتي شنو غديري؟ قالت لي سيري دابا للدار خلي لي النمره ديالك. قالت لي انا غادي نمشي نسول ونجيب لك اخبار صحيحه. هي هذيك مشيت في حالاتي انا واختي. الغد اللي اتصلت بيا المحاميه قالت لي اجي عندي. مشيت عندها قالت لي راه داكشي اللي كنا شاكين فيه هو اللي كاين، السيد راه مزور شهاده العزوبه. قلت لها مزيان دابا طاح في بين يديا. قالت لي شنو ناويه ديري؟ قلت لها بطبيعه الحال غنتبع القانون. قالت لي ما غاديش نسمح ليه، هو كذب عليا وتفلى عليا مده 10 سنين. في الاخر السيد مزوج وداير الدار والوليدات ومزور شهاده العزوبه، من حقي ندعيه. قالت لي بطبيعه الحال. قلت لها صافي بداي في الاجراءات. صافي مشات المحاميه بدات الاجراءات، فعلا كانوا قرقبوا عليه وداوه. تما بدات مو وبا كيطلبوا كيزاوقوا وكيقولوا لي عافاك ما تخرجيش ليه على الوظيفه ديالو، راه الا تحبس غتمشي ليه خدمته وكذا. وحتى هو بدا كيصيفط ليا معاهم وكيطلب من السماحه وكل شيء. قلت لهم هاد الهضره اللي كتقولوا لي دابا واش كنتو كتقولوها ليه ملي مشى تزوج عليا؟ كنتو كتقولوها ليه ملي كنخليني مكرفصه في حالاتي، ملي كيخلي ولادو كيلبسوا حوايج مقطعين الشياطه ديال ولاد عمامهم؟ كنتو كتقولوا ليه هاد الهضره؟ ايوا تما والديه سكتوا ما بقاو ما يقولوا. قلت لهم انا ما غاديش نسمح ليه، خلي القانون يتخذ المجرى ديالو. وفعلا هي هذيك كانوا داوه الحبيبيس. ايوا بالنسبه لوليداتي الحمد لله كان ديك الوقيته تصادفت مع الاخر د الدوره الاولى. المدرسه اللي حدانا المدير ديالها كان هو الصديق ديال الاب ديالي، كان قال لي جيبي وليدات كانوا غادي ندخلهم عندي. كانوا غير ولدي الكبير وبنتي هما اللي كيقراو، اما ولدي الصغير كان مازال ما كيقراش باقي ما دخل المدرسه. هي هذيك تما بديت كنخمم وكنفكر شنو خصني ندير حياتي، عندي وليدات عندي مسؤوليه. فكرت اول حاجه بابا قال لي كوني هانيه انا راه كيما هزيتك غادي نهزك انت وولادك، الحمد لله راه ما خصنا حتى شي خير. وخوتي حتى هما. قلت لهم واخا هكاك خصني ضروري ندير شي حاجه، ما يمكنش ليا نبقى جالسه وعندي مسؤوليه ديال الولاد وكذا. ايوا صافي كنت اول حاجه فكرت نديرها هي انني نرجع نكمل قرايتي، مادام انني وقفت في البكالوريا ما بقيتش دوزتها اصلا. فقررت ندير باك ليبر. الحمد لله دوزت الباك ديالي وكنت نجحت من بعد واحد المعاناه كبيره، بحكم كنت مقاطعه 10 سنين على الدراسه ما كانش ساهل. من تما فكرت اشنو خاصني ندير. كنت درت ديبلوم، من بعدها وليت كندير ستاجات. ما تيسراتش ليا الخدمه ديال الدوله، ولكن كنت كنديباني مره هنا مره هنا. بعض المرات هكا في شي شركات خصوصيه. صافي بقيت بحال هكاك حتى لواحد النهار جات عندي اختي اللي كاينه برا، كانت دخلت في واحد العطله. قالت لي يا اختي واش تبغي تمشي لبرا؟ قلت لها اييه ما كرهتش، علاش لا؟ قالت لي راه كاينه واحد الفرصه. قالت لي كاين واحد السيد كيدير كونطرات، الا بغيتي ناخذ لك شي وحده، انا اللي عليا غادي نعطيك النص ديال الثمن وانت حاولي تدبري في النص. ما كرهش اختي انني نخلصها لك كامله، ولكن تلاقيت معاه دابا عندي ظروف شويه قاصحه، عندنا بزاف ديال الامور كنديروهم، ولكن انا النص ديالي غنتهنيك منه. قلت لها الله يا اختي مادام حياه تحيدي عليا النص راه هذاك هو الخير والبركه وعمري ما ننسى خير. قالت لي وحنا خوت الا ما كناش لبعضياتنا لما غنكونوا؟
الحمد لله ديك الكونطرا كانوا قادوا ليا خوتي وماما وبابا كملوا ليا داكشي كامل اللي كان خاصني، وكنت هزيت راسي ومشيت خليت وليداتي عند ماما. الحمد لله وليداتي ولاو ما شاء الله لاباس عليهم، كيلبسوا حويجات نقيين وزوينين، ياكلوا ماكلة نقية زوينة، مبقاوش مكرفسين. الحمد لله كنت مهنية من جهتهم، مشيت وأنا مهنية. ما غاديش نقول لكم أن ساهل الإنسان يمشي للغربة ويكون راسو، ولكن أنا الحمد لله لقيت تما اختي وكان حتى خويا، يعني ما كان عندي حتى شي مشكل من ناحية السكن والاستقرار، ما كانش عندي مشكل. بالنسبة للخدمة بديت هكا كنقلّب، بدات اختي كتوصي الناس اللي كتعرف وخويا، من بعد كانت قالت لي راه كاينة واحد الخدمة إلا بغيتي ديباني فيها حتى تلقاي شي حاجة محسن. قلت لها ما هي؟ قالت لي كاينة واحد السيدة كبيرة في العمر عندها ولادها، ولكن حتى واحد ما كيسول فيها، مسكينة ساكنة غير بوحدها فواحد مولاي القصر. إيوا مسكينة بغات غير اللي يونسها. قالت لي راه ما كتبغيش قوة الشقا وكلشي، قالت لي قد ما كتبغي شي واحد اللي يجلس معاها يونسها يدوز معاها الوقت، حيت مسكينة كتقنط. قلت لها ماشي مشكل، أنا ندير فيها داك الأجر ونجلس معاها وندير ليها الشغل وكلشي عادي جدا ما فيه حتى شي مشكل. نبدا المهم باللي كان، وحتى الخلصة كانت الحمد لله خلصة يعني مزيانة، ماشي شي حاجة كتيرة ولكن مزيانة. وفعلا داكشي اللي كان، مشيت عند هاديك السيدة وبديت معاها كندير ليها الشغل، كنجلس معاها، وليت ساكنة معاها في الدار حيت شرطات علينا نجلس معاها. في ديك بقيت معاها فترة طويلة، في ديك الفترة ما كنتش كنشوف ولادها كيجيو عندها، كانت مسكينة بوحدها، يعني أنا اللي كنت الونيسة ديالها الوحيدة، وهي كانت كتخلص مزيان، كانت متقاعدة واخدة حتى التقاعد ديال الزوج ديالها. المهم بقيت مع ديك السيدة، كانت صراحة واحد السيدة الله يعمرها دار، ظريفة بزاف وحنينة حنينة حنينة، وما فهمتش علاش ولادها كانوا سامحين فيها. كانت كتعاود ليا وكتقول لي راني كبرتهم وصارت عليهم وتكرفست عليهم وفي الاخر قالت لي ما كيجيوش يشوفوني، قالت لي راه كنتلاقاو مرة في العام، إلا مثلا كان شي مناسبة عندهم مثلا ولا شي عيد ديالهم هما صافي كنتلاقاو، ماشي حاجة أخرى راه ما كنتشوفوش ما كيجيوش عندي. كتجلس مسكينة حتى كتعيا وكتمشي هي كطلع عليهم، كتجي في حالتها بالزربة. كانت مسكينة عايشة واحد الحياة شوية صعيبة، ولكن الحمد لله ملي كنت معاها كنت مونساها. كانت كتقول لي انتي راه فحال بنتي جيتي ونستيني والحمد لله. بقيت مع ديك السيدة، ملي شافتني معقولة بزاف زادتني في الصالير، وكنت عاودت ليها على حياتي وعلى شنو وقع ليا كامل. قالت لي انا غادي نعاونك باش تطلعي عندك وليداتك، ولكن خصني حتى نطلعك انت الاولى، يعني نقاد لك وريقاتك. وكانت مسكينه قادات ليا الوريقات، وخا هكاك بقيت خدامه معاها، يعني واخا كان بامكاني انا نمشي وندير يعني نخدم خدمه احسن مادام عندي وراق، ولكن بقيت مع هذيك السيده وكانت مهليه فيا بزاف زياده على الصالير اللي زادت ليا. فكانت كتهلي فيا بزاف، مره كدور معايا كتعطيني الحوايج بحال هكا، خرج انا وياها تكسيني، ما كتخلي ما تشري ليا. ملي كنبغي نهبط للمغرب كتشري لي حويجات لوليداتي، كتشري لي كادويات. ديك السيده صراحه ما عمري ننسى خيرها. وفعلا كانت قدات لي الوريقات، كنت فرحانة بزاف غادي نهبط ونشوف عائلتي ووليداتي. والحمد لله كنت هبطت وشفت وليداتي وجلست مع عائلتي شوية تما. الطليق ديالي راه ما قلتلكمش بلي راه مورا ما تحبس راه طلقنا. الطليق ديالي ملي عرفني جا عندنا للدار زعما باغي يحيح. ملي جا حليت ليه الباب، ملي شافني هو يتصدم، حيت ما بقيتش كيف كنت، تبدلت بزاف. مع كنت مهنيه مهليه في راسي وعايشه بخير، زيانيت وليت رجعت احسن من اللي كنت قبل ما نتزوج به. السيد اللي كان جاي ناوي على خزيت ولا
رطب، وبدا كيهضر بالخاطر ويقول لي أنا ندمت وعلى داكشي اللي درت فيك وهاديك المرا الثانية راه ملي دخلت الحبس سمحات فيا وخدات الولاد وأنا مبقات عندي لا خدمة وليت غير كنتلاوح من هنا لهنا. قلت ليه سرك داكشي نتا اللي درتيه بيديك اشنو غندير لك أنايا. قال لي عافاك سمحي ليا وأنا راني نادم وكذا وكذا وكذا. فكرت ودورتها في راسي وقلت ليه واخا أنا نعطيك فرصة، أنا الغرض ديالي ماشي هو نعطيه فرصة وإنما كنت باغا نسيس معاه حتى يعطيني الموافقة باش ناخد وليداتي، حيت كنت محتاجة أن وليداتي يكونوا معايا. فعلا بقيت مسيسة معاه، كل ما كنقول ليه كتب ليا الموافقة باش ناخد الولاد بحال الا كيتردد، ما عرفت واش بحال الا عايق بيا ولا ما عرفتش. ولكن انا كنت ديما كنثبتو كنقول ليه انا راه ما نقدرش نطلعك انت الاول، راه خصني نطلع الولاد هما الاولين وكذا. وكنت المهم نزوق ليه الهضره. بقيت مسيسه معاه حتى كتب ليا الموافقه والحمد لله قدرت نطلع وليداتي عندي لتما. بمجرد ما طلعت لتما كنت بلوكيتو وكان دار واحد النمره اخرى وبدا كيهضر وكيقول لي درتيها بيا وتفليتي عليا. قلت ليه انا ما تفليتش عليك، انا غير خديت حقي. قلت ليه انت تفليتي عليا 10 سنين وانت مزوج وداير ولاد وعندك الدار من الاول، يعني راه ما كان لا عامين لا 3 سنين، انت من الاول عندك الدار وكنتي كتكذب وتفلى عليا كتقول لي راه ما عنديش الدار، ما خليني مكرفصه وتراسه عند والديك وفي الاخر كتجي تقول لي انت فيك ريحه البهايم انا عفتك. قلت لي ودابا انا اللي عايفك ماشي بريحتك بفعايلك كرهتك، ودابا الله يجازيك بالخير وعطيني باتساع. ولادك فوق ما نجي المغرب راك تقدر تشوفهم، انا ما غاديش نحيدهم لك، ولكن انا وياك سالينا مش شحال هادي، دابا عطيني باتساع. كان كل مرة كيحاول أنه يعني يسيس معايا، ولكن أنا صافي سديت عليه. الحمد لله استقريت تما، بقيت مع هاديك السيدة مسكينة حتى توفات. شحال بقات فيا داك النهار اللي ماتت، ولكن هذه سنة الحياة. كانوا جاو ولادها جاو باش ياخدو الورد ديالهم. صافي انا اصلا كنت خرجت قبل حيت عارفه غادي يخرجوني. الحمد لله بحكم عندي وريقاتي قدرت نخدم يعني بسرعه، كونت راسي الحمد لله خدامه مزيان وبخير وعلى خير. وليداتي كيقراو في احسن المدارس، كنمشي ونجي للمغرب الحمد لله. اللهم لك الحمد، عايشه حياتي بخير وعلى خير. الطريق ديالي ولا كيتلاوح من هنا لهيه، لا خدمه لا ردمه حتى شي حاجه، لا مستقبل لا والو. حتى الولاد اللي ولد مع ديك المراه الاخرى خرجوا ليه مشمكرين. هادشي كله بسبب داكشي اللي دار فيا. الحمد لله كانت نيتي زوينه، مشيت معاه بنيه مزيانه، نويت معاه نيه زوينه وهو نوى فيا الغدر وربي خرج فيه نيته. كانت هذه هي القصه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انكم تكونوا خديتوا منها عبره. الى عجباتكم ما تنساوش تخليوا لي لايك واشتركوا في القناه.